كم مرة حاولتِ تنامي فيها ودماغِك قرر يفتح فيها كل الملفات القديمة فجأة؟ كم مرة قعدتِ فيها لوحدِك وابتديتِ تحللي كل كلمة قُلتيها أو كل موقف حصل لِك؟ شات قديم تقعدي تقرأيه للمرة المليون تسألي نفسِك هي اتضايقت أنا قُلت حاجة غلط، فجأة السيناريوهات تبدأ يمكن هي زعلانة، يمكن أنا وجودي تقيل على اللي حواليّا، أنا دايمًا بابوّظ كل حاجة، ومع كل فكرة توترِك يزيد، دقة قلبِك تعلى والنوم يهرب وتصحي تعبانة ومرهقة كأنِك كنتِ في معركة، رغم إن يومِك كان عادي وطبيعي. تفتكري إنِك شخصية حساسة زيادة عن اللزوم أو إن التفكير الكتير جزء من شخصيتِك؟ المشكلة مش إنِك بتفكّري كتير، المشكلة إنِك بتصدّقي كل فكرة بتيجي في دماغِك، دماغِك مش دايمًا بتقول الحقيقة، أوقات كتير بتحاول تحميكِ بالخوف وبتخلق قصص وسيناريوهات ما حصلتش أصلًا، الحل مش إنِك تبطّلي تفكير لإن ده مستحيل، الحل إنِك تقفي لحظة وتسألي نفسِك دي حقيقة والّا مجرد أفكار في دماغي؟ سمّي الفكرة بدل ما تغرقي فيها، طالما ما حدش قال لِك إنه اتضايق من كلامِك، ما حدش قال لِك إنِك غلطتِ، يبقى دي مجرد أفكار في دماغِك. تحسي إن الصوت العالي جواكِ بدأ يهدى وإنِك بقيتِ أهدى ومش كل فكرة بقت تتحكم في يومِك وفي أعصابِك.